السلام عليكم. النهارده هقول لكم على طريقتي في النجرسكو، قد ايه سهله وبسيطه وبتخلص معاكي في وقت كده، يعني قياسي بسرعه، ما بتاخدش معاكي اي وقت. انا عندي هنا اول حاجه بصلتين كبار قطعتهم شرايح خفيفه، وعندي صدرين فراخ قطعتهم تقطيع شاورما. طبعا غسلناهم ونقعناهم كويس جدا يعني قبل ما نقطعهم، وبعد كده بتنشفيهم كويس وبتقطعيهم شرايح كده خفيفه. وهنا البصل قطعناه، وقطعت الفلفل وجهزت الطماطم. عندي هنا حوالي قرن فلفل من كل لون، اصفر واخضر واحمر. والطماطم حوالي طماطمتين كبار او اربع طماطمات كده متوسطين يعني. الفراخ هنا حطيت في الطاسة عندي شوية زيت شوية سمنة، يعني معلقتين زيت كبار معلقة سمنة، سبتهم يقدحوا كويس او يسخنوا كويس، وبعد كده بنزل عليهم بالفراخ. متقلبيهمش الا لما تتأكدي ان الفراخ غيرت لونها. بنزل عليهم شوية ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، بهارات شاورما، توم باودر، بصل باودر، ورشة بابريكا. وبقلبهم كويس بعد ما اتأكد ان الفراخ اتغير لونها، عشان مش عايزينها تنزل مية. اول ما تبدأ الفراخ تدخل معايا في السوا كده، بنزل عليها على طول بقى ايه بالبصل. هقلب البصل كام تقليبة كده يدوب بس يدبل فيها، وبعد كده بنزل بباقي الخضار بتاعي. طبعا انا حاطه ميه للمكرونه عشان تتسلق برضو جنبيها، كله بنعمله في نفس الوقت. هنا كان البصل دبل شويه زي ما بوريكم كده. هنزل بقى بالفلفل. الفلفل طبعا ما تسيبوش يدبل قوي، احنا عايزينه يعني يكون محافظ على قوامه شويه ولونه، فهنديله تقليبتين بس، وبعد كده هنزل عليه بالطماطم. هقلبها كام تقليبة كده كويسة معاها، وبعد كده هركنها ورا على العين الصغيرة، وبعد كده هحط بقى المكرونة علشان نحط المية بتاعت المكرونة عشان نسلقها. هديها بس رشة فلفل اسود تاني، وبعد كده هنقلها ورا واحط بقى ايه مية المكرونة. اول ما المية عندي تدخل في الغليان كده بحط شوية ملح، معلقة زيت، وبعد كده بنزل بالمكرونة. انا عندي هنا كيسين مكرونة اللي هي الشرايط، يعني الكيس 400 جرام. انا كمان ما خدتش كمية الكيسين كلهم بعد ما استووا. المكرونه دي ما بتقسمش نصين زي الاسباجيتي، احنا بس بنحطها في الميه كده، وبفضل ازيح فيها كده بالمعلقه كده لحد ما تنزل في الميه كلها، واتاكد انها خلاص نزلت ومفيش حاجه ماسكه في بعضها، كلها كده تبقى ايه، منفصله عن بعضها يعني. اول ما تبدا تدخل في الغليان خلاص احنا كده تمام. ما تقلقيش بقى منها، هي تتسلق معاكي مش هتمسك في بعض او هتلزق في بعض. هنا كان خلاص الفراخ عندي استوت خلاص وكل حاجه جهزت فيها. هنزل بقى بالاخر حاجه بشوية زيتون كده مخلي، اخضر اسود المتوفر عندك حطيه يعني. بعد كده هنعمل البشاميل، والمكرونة عندنا هناك هي على العين التانية بتتسلق. البشاميل حطيت حوالي معلقتين زيت كبار ومعلقة سمنة، وهنزل عليهم ب5 معالق دقيق كبيرة هرمية. هقلبهم كويس قوي لحد ما ريحة الدقيق تظهر كده. بعد كده هنزل عليهم بكيلو من الحليب او اللبن، بس بتقلبيهم كويس لحد ما ياخدوا لون اصفر خفيف كده. وبعد كده هننزل عليهم باللبن، يتقلب تقلبتين. طبعا انا حطيت كيلو ورجعت حطيت حوالي نص كيلو لبن تاني. هقلب فيها كويس قوي، هديها رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهقلبها كويس جدا لحد ما القوام ما يتقل معايا ويبقى كده تمام. اخر حاجة هحط لها رشة 7 بهارات، او لو حابة ابشري حتة جوز الطيب لو حابة يعني. في اخر حاجه وهو البشاميل اللي بيغلي معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اول ما يبدا يغلي معايا كده خلاص كده هطفي عليه، وهو كده تمام جدا. كده الاكله بتاعتنا خلصت خلاص. هبدا بقى ايه احطها في الصينيه. الصينيه دي مقاسها حوالي 30 في 40، بس هي في التصوير باين انها كبيره. هحط لها الاول حوالي كام معلقه كده مغرفه بشاميل، وبعدين هنزل بنص كميه المكرونه بتاعتي، وهقلبهم كويس كده في البشاميل، وهفردهم كويس في الصينيه. وبعد كده هنزل عليها بحشوه الفراخ بتاعتنا. خلاص كده تمام. هفردها كويس، وبعد كده هنزل بباقي المكرونة واغطيها بقى بالبشاميل، الطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها يعني. طبعا زي ما قلت لكم انا ما خدتش باقي المكرونة كلها، يعني انا خدت كمية مش كلها. هحط بس حبة كده والباقي خلاص شيلته. هفردها كويس، وبعد كده هنزل بالبشاميل عليها. هنزل بقى بباقي البشاميل بتاعي على المكرونة من فوق. خلاص كده تمام.
هغطيها كلها بالبشاميل. البشاميل زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه، لا هو خفيف ولا هو تقيل، يعني القوام ده مظبوط جدا البشاميل، عشان تطلع معاكي طريه كده وجوسي وتبقى حلوه قوي. هتأكد ان كل البشاميل اللي دخل في المكرونة كويس. اخر حاجة بقى هجيب جبنة موتزاريلا واحطها على وش الصينية من فوق. وطبعا في الوقت ده هكون مشغلة الفرن تسخن كويس، عشان اول ما ادخل المكرونة على طول ما تاخدش معايا وقت. هحط عليها الجبنة الموتزاريلا، كانت متلجة شوية بس هي مع سخونية الفرن بتسيح يعني. هنا بعد ما المكرونة كانت خلاص طلعت معانا من الفرن، هبدأ اقطعها كده هي وسخنة. طبعا المكرونة احنا حاطينها بحالها، فلما جيت اطلعها رجعتها تاني عشان اعرف اقطعها كويس كده، وبعد كده هطلعها في الطبق على طول. تطلع معاكي بالشكل ده. بصوا قد ايه طرية وجوسي كده، وطعمها كان حكاية. جربوها مش هتندموا، وبألف هنا عليكم.